على عكس الاعتقاد الخاطئ والشائع عند بزاف ديال الرجال أن العضلات والفورمة كتخلي الراجل أكثر جاذبية ومحبوب من طرف الجنس الآخر، إلى أن العديد من الدراسات ديال علم النفس وعلم النفس التطوري أكدوا أن العضلات والفورمة ما عندهاش علاقة بأنك تكون جذاب ومحبوب، وهذا الشيء مثبت علميا. إذا شنو هما العناصر اللي كتخلي الراجل محبوب ومغناطيس وكل شي كيبغيه؟ وقبل ما نبداو ما تنساش دير معك واحد الجيم وواحد سبسكرايب. يلا نبداو. وكما قريتي في العنوان، اليوم غنهضروا على 4 ديال الصفات كتخلي الراجل مغناطيس وجذاب ومحبوب من طرف الجنس الآخر. فخليك متبع معايا الفيديو، لأن هاد الصفات تقدر تكون فيك وتقدر تكون أول مرة غادي تسمعهم. والصفة رقم 1 حاليا اللي كتخلي الراجل أكثر جاذبية من وجهة نظر الجنس الآخر، واللي تقدر تجيك مفاجأة، وهي حس الفكاهة. حس الفكاهة صديقي، يعني الراجل اللي دمه خفيف على القلب. هذا الراجل بالنسبة للنساء هو الرجل الجذاب ومحبوب ومغناطيس. وحس الفكاهة ماشي معناتها انك تولي كلون غادي وانت كتعاود في النكات حتى كتولي حامض وكطير من المقلة. حس الفكاهة صديقي الا كنتي بغيتي تخلي انطباع زوين عليك عند جميع الناس، رجال ولا نساء. فالمرأة كتشوف أن حس الفكاهة هي واحد الصفة زوينة بزاف ومهمة عند الراجل اللي غادي يكون شريك حياتها المستقبلي. يعني هاد الصفة هي واحد العادة زوينة كترتبط بالذكاء العالي. فالمرأة كتشوف أن الراجل اللي عنده حس الفكاهة ممكن يخلي المواقف العادية والمواقف الصعبة مواقف طريفة. يعني هاد الإنسان أو هاد الشخص غادي يكون قادر أنه يكون أسرة قوية. لذلك حس الفكاهة مهم جدا وكيخلي واحد انطباع بالذكاء. وايضا ما خصناش ننساو ان حس الفكاهه كيخلي الاشخاص اللي دايرين بيك ياخذوا عليك فكره زوينه وكتولي عزيز عليهم، وفاش كتغيب كتبقى بلاصتك. والصفه الثانيه وهي الثقه بالنفس. والثقه بالنفس من اكثر الصفات الشخصيه الجاذبيه عند الجنسين، ولكن عند الرجل لها اهميه اكثر، لأن الراجل الواثق من نفسه واللي كيتيق في راسه كيخلي واحد الانطباع عند الجنس الآخر بأن هذا الراجل قادر على تحمل المسؤولية، وكذلك قادر على حماية الزوجة ديالو شريكة الحياة وحماية الأسرة المستقبلية ديالو. وبالتالي الثقة بالنفس من الصفات المهمة جدا اللي خاص كل واحد منا يشتغل عليها ويطور من الشخصية ديالو. والثقة بالنفس ما عندهاش علاقة بواش أنك طويل ولا قصير ولا عينك خضرين ولا عندك اللحية ولا مفورمي. فالثقة بالنفس هي واحد الشعور داخلي ذاتي، كل واحد منا بالإمكان ديالو يزيد ينمي الثقة بنفسه ويطور من هذا الشعور الداخلي. والصفة الثالثة يمكن غادي تفاجئك واللي هي الوعي المالي. وعلى عكس الاعتقاد ديال الناس اللي مقتنعين به، فماشي الفلوس اللي كتجذب الجنس الآخر وإنما الوعي المالي. وغادي نوضح لك الفرق ما بين الوعي المالي والفلوس. فالراجل اللي عنده الفلوس وغادي وكيصرف على الحوايج والسيارات والسهرات والكباريات وكيخسر فلوسه في التفاهات وما دارش فيها الحسبة نهائيا باش جاي باش طاير. وهاد الشخص كيسحب لي هكا غادي يعجب البنات وغادي يكون محبوب وجذاب، ولكن صديقي راك في الحقيقة راك كتخلي واحد انطباع سلبي وكتبان غير مسؤول وشخص مغرور بزاف. ولكن الصفة اللي كتخليك مغناطيس وتجذب الجنس الآخر هي الوعي المالي، بمعنى داك الشخص اللي عنده تحمل المسؤولية، عارف يسير حياته المالية. ماشي ضروري يكون كيتخلص خلصة مرتفعة، ولكن باين عليه شخص واعي. ومنين كتدوي معاه كتعرف أنه بصح واحد الإنسان ناضج كيتعامل مع الحياة بنضج ووعي كبير. وهذا الشيء اللي كتقلب عليه المرأة في شريك الحياة ديالها المستقبلي اللي قادر يتحمل المسؤولية. والصفة الرابعة وهي الطموح. الراجل اللي عنده طموح، الشخص المتفائل اللي كيدوي على المستقبل بإيجابية، الشخص اللي عنده أهداف وخطط للمستقبل. هذا الإنسان اللي كيخلي واحد الانطباع للمرأة أنه غادي يكون عندها واحد المستقبل معاه، عكس داك بنادم المتشائم اللي كيشوف كل شي كحل، ما عنده لا طموح لا كتاف لا والو. جربها على راسك، فاش كيكون شي صاحبك ديما الشكا والبكا، ديما كيشكي عليك حتى كيكرهك في الحياة. وداك الشي لاش الراجل الطموح بالنسبة للجنس الآخر هو واحد الراجل معه مستقبل، العلاقة مع هذا الراجل عنده واحد الهدف، الزواج مع هذا الراجل أو العائلة مع هذا الراجل عندها مستقبل إيجابي. الطموح صفة إيجابية كتخليك محبوب وجذاب ومغناطيس، ماشي غير عند الجنس الآخر بل عند عموم الناس.
قيمة أي إنسان ما كتعداش قيمة الطموح ديالو، فالطموح هو آخر حاجة كتفسد في العقل ديالنا، فكن طموحا. وهذه هي 4 ديال الصفات الجاذبية والمغناطيسية من وجهة نظر النساء حسب الدراسات العلمية الحديثة. وهنا غادي تكون لاحظتي أننا ما دويناش على الفورمة والعضلات، وغادي نقول لك قبل ما نساليو علاش العضلات والجسم الرياضي كيعطيو انطباع على أن هذا الرجل محبوب وجذاب ومغناطيس. فماشي الجسم الرياضي المفتول اللي كيخليك جذاب، ولكن انت فاش كتخدم على الفورمه ديالك واللياقه البدنيه ديالك، ومنين كتمشي لاصال وكتبدا تشوف العضلات ديالك في المرايه كيكبروا، هنا كيرتفع التقدير الذات، وبالتالي كترتفع الثقه بالنفس والايجابيه، وهما الصفات اللي كيخليوك محبوب من وجهه نظر الجسم الاخر ماشي العضلات. وهنا غادي نكونوا تطرقنا لأربع من أهم الصفات الجاذبية حسب الدراسات العلمية اللي كتخليك محبوب ومغناطيس عند الجنس الآخر. وإلا كنتي وصلتي حتى لهنا فشكرا بزاف بزاف، وما تنساش واحد جيم وواحد سبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو جاي. تهلاو.